حيث نطالع في صحيفة ماركا العنوان التالي: الجحيم في انتظار الملكي، في إشارة إلى المباراة الصعبة التي تنتظر ريال مدريد أمام مضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دور الأبطال. الصحيفة وصفت هذه المباراة بالمعركة، مشيرة إلى أن لاعبي الريال لن يكونوا في مواجهة 11 لاعبا بل جيشا مكونا من 70,000 مشجع. وشدد كاتب المقال لاعبي الملكي على صعوبة المباراة على أرضية ملعب سان باولو الذي يعد من بين أصعب الملاعب في أوروبا، حيث يكون للجمهور تأثير كبير. كما أضافت الصحيفة بأن حظوظ نادي الجنوب الإيطالي تبقى قائمة، سيما بعد تسجيله لهدف خارج الميدان خلال مباراة الذهاب. إلى إيطاليا وصحيفة كورييري ديلو سبورت التي أبرزت تصريحات موريتسيو ساري المدير الفني لنابولي عشية المواجهة المرتقبة ضد الريال. اليومية الإيطالية نقلت عن ساري تأكيده بأن فريقه سيحاول خلق المشكلات لريال مدريد عندما يحل ضيفا على ملعب سان باولو، مضيفا الريال فريق قوي وسيضغط علينا. الفوز على ريال مدريد ليس بالأمر السهل، لكننا سنلعب المواجهة بأكبر طاقة لنا. من الممكن أن نقوم بأمر كبير، لافتا إلى أن جماهير ناديه سيكون لها دور هام في صنع الفارق.